داليا، تعالي خدي مني باقي الاكل يا بنت. حاضر يا ماما، مش لما احط اللي في ايدي الاول؟ خدي يا سيدي على الروايح. ايه الاكل الجامد ده؟ يا اختي، ما انتي بنت زواج، تيجي على الاكل على طول، واحنا بقى اللي نطبخ ونحط ونشيل ونغسل. وانتي كان حد قالك يا اختي اقعدي من المدرسه؟ ما كنتش قعدتي وكملي دراستك وكنت هتيجي على الاكل جاهز. لا يا اختي، انا عندي المطبخ احسن لي من المدرسه. سيبنا لك انت التعليم، بس يكش تفلحي بدل ما انت كل سنه كده تطلعي بملاحق. لا اطمني، ده انا السنه دي بقى مستحلفه هنجح ان شاء الله واجيب مجموع عالي واخش الكليه اللي نفسي فيها. ماشي يا اختي لما نشوف. صحيح، هو بابا مرجعش لسه؟ هو انت شايفه حد غيرنا انا وامك؟ تصدقي صح. يلا انا هغير هدومي بقى عشان ناكل، عشان انا ميته من الجوع. المجموع عالي ايه؟ ده انت بتحلمي. دول كل اللي عليا 20,000. تمام، امسك كده. امسك يا سيدي. طب ما تخلي يا حسين، احنا اخوات يعني مفيش بينا فرق. لا يا عم، الشغل شغل. احنا اتفقنا قبل ما نبدأ شغل مع بعض، الاخوة اللي ما بيننا ملهاش علاقة بالشغل. كل واحد ياخد حقه. خلاص ماشي. طمنينا يا ليلى، عملت ايه في الامتحان؟ الحمد لله يا مصطفى، حليت كويس جدا. خلاص هننجح يعني المرة دي ونجيب مجموع عالي؟ ان شاء الله يا مصطفى، ان شاء الله. احسن انا لو سقطت كمان السنه دي بابا هيقعدني من المدرسه زي اختي. ما هي برضو داليا ما كانتش غاويه علام، كانت كل شويه تسقط فقعدها. لا ما تخافيش، انت مش زيها. انت عندك طموح وحاطة هدف قدامك، وبإذن الله هتوصلي له. انا واثق فيك يا حبيبتي، وهشجعك دايما. ربنا يخليك لي يا مصطفى، انا بحبك قوي. وانا بحبك قوي. يلا تعالي اوصلك على اول الشارع. يلا. يلا يا حبيبتي، انا هسيبك بقى هنا عشان محدش يشوفك من اهلك. ماشي يا مصطفى. اول ما تدخلي من باب الشقه رني لي طمنيني عليكي. حاضر. يلا خلي بالك من نفسك. يا حبيبي يا مصطفى. ليلى، مين اللي كنت واقفه معايا ده؟ نعم، وانت مالك؟ يعني انا مالي؟ يعني انت مالك؟ انت مالكش حكم عليا. انا ابن عمك وليا حكم عليك. لا، مالكش حكم عليا. اسمعي يا ليلى، اول واخر مره اشوفك واقفه مع الواد ده، ما تضطرنيش اروح اقول لابوكي وخليه يقعدك من المدرسه. فاهمه ولا ما انتش فاهمه؟ يلا قدامي اوصلك. اتفضل يا باشا، حسابك الشهر ده. بقول لك ايه يا حسن، انا مش هدفع لك الشهر ده، مضغوط شويه بس عليا مصاريف كتير. ولا يهمك يا عم، ما انا قايل لك احنا اخوات، والاخ لازم يقف جنب اخوه. حبيبي يا اخويا والله، بس انا كنت عايزك في موضوع كده. خير امرني. الامر لله. هي بنتك ليلى لسه بتروح المدرسه؟ اه بتروح في ثانويه عامه، بتمتحن الايام دي. وماشيه كويس في الدراسه؟ كويس ايه يا عم، بقالها 3 سنين بتسقط فيها، مش عارفه تجيب مجموع عشان تدخل الكليه اللي عايزاها. طب بقول لك ايه، انا عايزها لعلي ابني. ايه لعلي؟ ابني على وش جواز، والصراحه انا مش عايزه يعني يتجوز اي واحده كده وخلاص. قلت بنت اخويا اولى، وانت كمان بنتك مثلها هتتجوز في يوم من الايام، وبدل ما تتجوز واحد غريب ياخد فلوسها ومالنا وتجارتنا تطلع بره للغريب، لا، يبقى مننا وفينا. والله فكره كويسه، البنت اصلا مش فالحه في الدراسه، اهي مصاريف على الفاضي رايحه جايه وخلاص. تعجبني. يعني انت موافق؟ اه طبعا. هو انا هلاقي احسن من ابنك عريس لبنتي؟ طب نيجي نتقدم امتى؟ في اقرب وقت هحدد لك ميعاد. ما تقومي يا بنت يا داليا، اعملي لنا كوبايتين شاي. انا عايزه افهم، هو انتوا ما خلفتوش غيري؟ مفيش غير داليا داليا داليا؟ ما هي بنتك مخلصه امتحانات بقالها اسبوعين اهو. ما تقوميها بقى، تنحرريها كده. كانت عامله حجه المدرسه وبتيجي تعبانه، اهو دلوقتي مفيش. ما تقوميها بقى. يخيبك بيت، كل الموشح ده عشان بقولك عاملين لنا كوبايتين شاي؟ باركولي يا جماعه، باركولي. ايه يا بنت سرعتيني، نباركلك على ايه؟ انا نجحت يا ماما، نجحت وجبت 80%. ايش عرفك كنت قاعده في اوضتك كده؟ عرفت ازاي؟ من النت يا ماما، كل حاجه على النت. انت متاكده؟ ايوه يا داليا، مش مصدقه ان انا اخيرا هخش الكليه اللي بحلم بيها. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. ايه في ايه، مالكوا فرحانين كده ليه؟ انا نجحت يا بابا وجبت 80%. الفرحه مش سايعاني، انا مش مصدقه والله اني هخش الكليه اللي بحلم بيها. كليه ايه؟ انت مصدقه نفسك ولا ايه؟ انا سايبك بس تضيعي وقت كده لغايه ما يجيلك عدلك. يعني ايه يا بابا؟ يعني يا اختي مفيش كليات، وعمك طلبك مني النهارده لابنه وانا وافقت. انت بتقول ايه يا بابا؟ بقول يا اختي اللي سمعتيه، هتتجوزي علي ابن عمك، بلا كليات بقى بلا زفت. شوفي حياتك بقى ومستقبلك بقى في الجواز، واتجوزي واقعدي بقى في البيت. عايزه بقى تتنططي من هنا لهنا؟ انا ما بحبش كده. ايوه يا بابا، بس انت ولا عارف. عارف ولا مش عارف، مش عايز اسمع ولا كلمه. اللي قلته هو اللي هيمشي، ومش عايز كتر كلام في الموضوع ده. سامعين؟ عاجبك يا ماما الكلام ده؟ هتوافقي عليه؟ انتوا عايزين تضيعوا مستقبلي.
انا عايزه اكمل دراستي. امال انا ما يئستش ليه وكنت بذاكر وبتعب كل ده ليه؟ عشان اتجوز واقعد في البيت؟ واتجوز مين؟ علي؟ انا مستحيل اتجوز علي يا ماما، مستحيل. سامعين؟ مستحيل. اهدي بس، اهدي يا ليلى، العياط ما منوش فايدة، خلينا نفكر مع بعض كده بهدوء. نفكر بهدوء بس ازاي يا مصطفى؟ يوم الخامس الجاي خلاص جايين وبعتهم ميعاد. هو موافق عليهم وامي موافقه، كلهم موافقين. يا مصطفى انا بحبك انت يا مصطفى، والله العظيم الموضوع ما هوش موضوع تعليم وجامعه. انا مستحيل اتجوز حد غيرك. انا هتكلم مع والدك يا ليلى، وباذن الله هقنعه بيا. تقنع مين؟ تقنع مين؟ انت ما تعرفش ابويا. ابويا وافق على ابن عمي عشان خاطر الفلوس، عشان خاطر هو في شغل بينه وبين عمي. وقال ايه؟ عشان فلوس العيله ما تروحش لحد غريب. ملعون ابو الفلوس اللي تجبرني اتجوز واحد ما بطقهوش. انا ماشيه يا مصطفى، ودي اخر مره اشوفك فيها يا حبيبي. استني يا ليلى، يا ليلى استني. مصطفى مالك يا ضنايا؟ امي. ايه بس في ايه؟ مالك يا حبيبي؟ ما تخضنيش عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص يا حاج، اخر كلام. يوم الخميس جايين يتقدموا. ايوه طبعا، هو لعب عيال؟ بابا انا عايزه اقول لك حاجه. اتفضلي. انا مش هتجوز علي، ولو جه يوم الخميس انا مش هقعد معاه، اذا كان عاجبكوا بقى. بتقولي ايه يا بيت؟ ده انت ليلتك مش فايته. غوري على اوضتك، غورة تاخدك. تسلم ايدك يا حاج. ايوه كده، احكمها واشكمها. يلا عشان تقدمي الحاجه لعريسك واهله. مش طلع يا ماما اقدم حاجه. القلم ده عشان تفوقي. ايه الدلع اللي انت فيه ده؟ الناس قاعده بره وبتقولي مش هطلع، عايزه تفضحينا شكلك. يلا اتفضلي شيلي الصينيه واطلعي بيها. اطلع بيها انا يا ماما؟ لا هي اللي هتطلع بيها. يلا بقولك. الحقيقه ده اللي اختك. ايه يا ماما في ايه؟ مالها ليلى؟ اختك سابت البيت. انت بتقولي ايه؟ والله العظيم دخلت اوضتها ما لقيتهاش، لما هدومها ومشيت. قالت لك حاجه يا داليا يا بنتي قبل ما تمشي؟ لا يا بابا انا ما اعرفش اي حاجه خالص. طيب انا هتصرف. الو. ايوه يا مصطفى. ايوه يا ليلى. مصطفى انا سبت البيت وهربت. ايه؟ هربتي؟ امتى حصل ده؟ لسه دلوقتي حالا. انا مستنيك يا مصطفى، انا قاعده في وش المدرسه بالظبط، ارجوك تيجي. حاضر حاضر، مسافه الطريق وهكون عندك. ليلى. مصطفى انا هربت يا مصطفى، انا مش عايزه ارجع تاني، مش عايزه. مستحيل اتجوز حد غيرك يا مصطفى. وانا مستحيل اسيبك ترجعي يا ليلى، ولا هضيعك من ايدي تاني ابدا. خير يا امي. مساء الخير يا ابني. مين دي يا مصطفى؟ دي ليلى يا امي. وجايبها البيت ليه؟ لاننا اتجوزنا. اتجوزتوا؟ تتجوز من ورايا يا مصطفى؟ معلش يا امي، عشان خاطر انت عارفه الظروف، ليلى ما عندهاش اي مكان تروح. اصريت انها تيجي معايا الاول هنا وبعد كده نتفق على الجواز، ما رضتش، فاتجوزنا وبعد كده جبتها. وبعد اذنك يعني يا امي، هي هتعيش معانا بس لغايه ما اقف على رجلي بس واعمل قرش واجيب بيت. ايه اللي انت بتقوله ده يا حبيبي؟ ده بيتك يا مصطفى. بس يا ابني انا مش عايزه مشاكل. باذن الله مفيش اي مشاكل هتحصل يا امي، انا هتصدر لاي حاجه، كل حاجه هتبقى تمام. ابوك اتاخر قوي يا داليا. تلاقيه بيدور عليها. راحت فين بس دي؟ انا عارفه. يا حاج لقيتها. دورت في كل مكان وسالت عند كل الناس، محدش عارف هي فين. بنتك حطت راسنا في التراب، من هنا ورايح انا بنتي ماتت. شفت يا ماما؟ اخر الدلع ليها عمل فيها ايه؟ دلع ايه بس يا بنتي؟ ايش حال مقعدينها من المدرسه وغصبنا على الجواز؟ والله. ايه ندمانين ولا ايه؟ لا طبعا، هو في احسن من ابن عمك؟ بس اتعاملنا معاها بعنف وقاسينا عليها شويه. لا حول ولا قوه الا بالله. اتفضحنا خلاص في المنطقه. ايه يا حاج حسين؟ بقالك يا اخويا اسبوع ما بتروحش الشغل، هتفضل حابس نفسك في البيت لحد امتى؟ مش قادر اواجه الناس. طب وشغلك يا حاج؟ اهلا يا علي يا ابني، تعال. صباح الخير. صباح النور. انا لقيت ليلى. صحيح والنبي؟ لقيتها فين يا علي؟ استني انت دلوقتي، اتكلم يا ابني. اتجوزت واحد وعايشه معاه هو وامه. يا لهوي اتجوزت؟ وانا يا عمي عارف الشخص ده، يعني شفته معاها كذا مره وكنت بحذرها يعني انها ما تقفش معاه تاني، فانا جبت بيانات الشخص ده وجبت عنوانه وعرفت ان هو اتجوزها. يلا يا عم البس عشان نروح نجيبها. انا مش هجيب حد، انا ما عنديش بنات غير بنت واحده بس، يعني هتسيبها يا عمي؟ هي حره.
اتجوزت وخلاص، هروح يعني اتخانق مع جوزها واخدها غصب عنه؟ انا مش عيل صغير، خلاص غلط في 60 داهيه. انا بنتي ماتت، انا ما عنديش غير بنت واحده بس. براحته، بس انا رايح لها. يا فجرة، ده انا هموتك بايديا. محدش هيلحقك من ايدي يا فجرة، لازم اغسل عاري وعار العيلة. اطلع بره، لو ما طلعتش بره هموتك ومش هاخد ساعة فيك. خلاص خلاص، بس خلاص نزليه يا حاجة، نزليه، انا همشي اهو. بره، لو هودت ناحية البيت ده هقتلك، فاهم يلا؟ خلاص يا حبيبتي اهدي، خلاص مشي. هاي يا ستي اديني جيتلك، عماله تزني عليا عشان تشوفيني. نعم، عايزه ايه؟ انت بتتعاملي معايا كده ليه يا داليا؟ هو انا عملتلك ايه؟ كل ده عشان رحت اتجوزت الانسان اللي انا بحبه واخترت اعيش حياتي بالطريقه اللي تعجبني، بالطريقه اللي تناسبني. يا ستي عيشيها وانا مالي. لعلمك انا اتجوزت علي، وللاسف جوزي لسه بيفكر فيكي، وعشان كده عايزاكي تنسيني خالص ولا توريني وشك ابدا لحد ما جوزي يطلعك من دماغه تماما. وقتها بقى يبقى يحلها حلال. وعايزه اقولك حاجه كمان، ابوكي جات له جلطه من ساعه ما مشيتي، يعني انت السبب في مرض ابوكي، وما بقاش يروح الشغل ولا يشتغل، وجوزي انا اللي ممشيله الشغل وبيصرف عليه. يا حبيبي يا بابا، ايوه 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 مثلي، ما بناخدش منك غير تمثيل. اسمعي، انا ماشيه، ودي اول واخر مره تطلبي تشوفيني، لاني مش عايزه اعرفك تاني. معلش يا اخويا، بقالي شهرين مش دافع اللي عليا. انا اسف والله، اديك شايف الظروف، وفي تجار كتير عايزين مني فلوس، لسه مش دافع حاجه، والديون متراكمه عليا. يا راجل ما تقولش كده، هو في بينا برضو الكلام ده؟ انا بس عندي اقتراح ليك كده. اقتراح ايه؟ هيسدد كل ديونك. طب ما تقولي، ايه رايك تكتب الشقه دي باسم علي ابني؟ ايه؟ اكتبها باسمه وهو يسدد لك كل ديونك. مش عارف، بس ماشي، علي زي ابني برضو وجوز بنتي. خلاص حاضر، مفيش مشكله، كده تمام. اعتبر بقى يا اخويا ان كل ديونك اتدفعت. دلوقتي يا عمي احنا جايلنا مولود في الطريق، وبصراحة بقى كده البيت بقى ضيق علينا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يا مرات عمي، انا هشوف لكم شقة كده محندقة كده على قدكم تعيشوا فيها. انت عايز تكروشني من بيتي؟ لا يا عمي، استنى بقى هنا كده عندك. البيت ده اتكتب باسمي مقابل اني اسدد لك ديونك، وحصل الاتفاق، يعني ده بقى بيتي انا خلاص، وانا الصراحة مش واخد راحتي، والمولود اللي جاي ده كمان الشقة هتكون ضيقة علينا، فانا من بكرة الصبح هشوف لكم مكان كده صغير كده على قدكم. اظن كده عداني العيب. بس يا ابني، بس ايه يا ماما؟ انتوا عايزين تتعبوني ليه؟ ابني اللي جاي ده ولا بنتي مش هيعرف ياخد راحته في البيت، والبيت هيكون ضيق علينا. احسن حل اللي قالكوا عليه علي. طب ما انتي واختك يا بنتي كنتوا متربيين في البيت ده ولا عمره كان ضيق علينا ولا حاجه. بقول لكم ايه، انا مش عايز من اهدى، انا مش باخد رايكم، انا بديكوا خبر. حضروا حاجتكم، من بكره الصبح هتمشوا. ماما، انا مش مصدقه نفسي يا ماما، اخيرا اخيرا حنيتي عليا وجيتيلي. مالك يا ماما، انتي بتعيطي ليه؟ بابا حصل له حاجه؟ لا يا حبيبتي، ابوكي كويس. امال مالك بس؟ قلقتيني عليكي. انا عايزاكي تيجي معايا مشوار يا حبيبتي. حاضر يا امي، هغير هدومي واجي معاكي حالا. بابا. ليلى. ايوه يا بابا. ايه اللي حصل لكم بس يا بابا؟ وايه المكان ده؟ علي ابن عمك جابنا ورمانا هنا بعد هو وابوه ما ضحكوا عليا، وخلوني اكتب الشقه باسمه عشان يسدد لي ديوني، وجابونا رمونا هنا في الخرابه. بابا انا مش هسيبكم هنا ابدا، لو الدنيا كلها اتخلت عنكم انا عمري ما هتخلى عنكم ابدا. سامحيني يا حبيبتي، سامحيني، عذبتك كتير، سامحيني يا حبيبتي. ما تقولش كده يا بابا، انا مسامحاك. انا هاخدك يا بابا انت وماما تعيشوا معايا، انا ههتم بيكوا وراعيكوا. انا بقيت بشتغل انا وجوزي، وعيشتنا بقت كويسه الحمد لله، واجبي دلوقتي ان انا اخد بالي منكم. ابني، ابني فين يا علي؟ هو كويس، اطمني، دلوقتي هسأل الدكتور يطمنا اكتر. يا دكتور، لو سمحت يا دكتور، ممكن تطمنا على ابننا؟ بصراحة يعني انا مش عايز الكلام اللي انا هقوله ده يصدمكم، انا هكون صريح معاكم، ابنكم عنده تشوهات كتير وعنده ضمور. احنا بنعمل المستحيل عشان ننقذ حياته، لكن للأسف حتى لو عاش هيعيش معاق ومش هيتحرك ابدا. طب يا دكتور ده بسبب ايه؟ هو انتوا قرايب؟ ايوه، هو ده السبب. صلة القرابة بين الأب والأم أوقات كتير بتعمل تشوهات في الأجنة، ربنا يصبركم.